ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، زغرطولي وافرحولي يا بنات. والله العظيم أنا ما مصدقة، أنا مش مصدقة، يعني أنا عمالة أرص. هو بجد خلاص اتركب؟ ده مش معقولة 3 شهور. إيه يا جماعة ده؟ إيه ده؟ ده أنا صبر جمال قسما بالله. واخيرا اخيرا زغرطولي يا بنات وهنوني واكتبوا لي مبروك يا زوزة. اخيرا الغاز ركب، الغاز ركب. انا نفسي مش مصدقه، يعني انا بحاول اتخيل يا شيخه. ده انا ما نمتش من امبارح، انا ما نمتش. عايزه اقول لكم ان انا قلت خلاص بقى انا هنام بعد ما العمال مشوا. قلت خلاص يا بنت بقى نامي. ببص كده للمطبخ قلت طب هنا عليكي يا بنت يا زوزة، يعني هنا عليكي، ده اليوم اللي انت مستنياه. رحت عامله مج قهوه، عيار تقيل، عيار تقيل، وقلت والله ما انام ولا ادوق النوم الا لما اعمل المطبخ وافرح بيه بقى بحق وحقيقي. طبعا انا الفرحه مش يعني السخان الحمد لله رب العالمين اتركب. طبعا بغض النظر من اللي انا هوريه لكم، بس ولا فارق معايا، ولا فارق معايا. المطبخ كله يضرب يقلب هو على بعضه حرفيا. جربت طبعا الحاجه كلها، ربنا يدينا خيرها ويكفينا شرها. عايزه اوريكم بس المنظر عامل ازاي. بصي يا ست البنات، طبعا الدنيا تضرب تقلب، تضرب تقلب حرفيا. هما ركبوا لي الهوايه، والحمد لله الحمد لله. انا شفت الهوايه قبل ما تركب. الهوايه فيها شبك من بره عشان في فراولات كتير يا زيزي، خلي بالك لما الغاز يركب ابقي اتاكدي ان الهوايه فيها شبك عشان ما تدخلكيش فرين. فالحمد لله اتاكدت. بس كمان اللي انا لاحظته ان يعني شركه الغاز مطورين من الماتيريال بتاع الهوايه. يعني بصوا تحسوا ان هي فيها لمعه كانها ورق الومنيوم، فاهمين؟ لكن هي دي اللمعه بتاعتها. عجبني جدا. ده كده كمان مش نظيفة، يعني كده كمان ملطخة من الأسمنت. انتوا فاهمين؟ يعني الأول الهواية كانت نفس الخامة. الخامة دي بصوا الخامة دي عاملة ازاي. هي دي الخامة اللي كانت الأولانية اللي بيعملوها. لكن بصوا دلوقتي تحس ان هي بتبرق كده عاملة زي ورق الألمونيوم. تمام. طبعا الفيديو اللي انت شفتوه امبارح ان الراجل جه وكسر الحته دي. فلسه بقى هنشوف ايه لو في باقي سيراميك من بتاع الشقه دوت. كان صاحب الشقه يعني سايب سيراميك عشان لو في حاجه حصلت زي كده ايه يتعمل لها تعديلات. فانا ما اعرفش بصراحه، ومش عارفه اذا كان غلط ولا لا. لو مثلا ما فيش سيراميك فانا رحت مدارياه بحاجه، والله ما اعرف. بس عامه طبعا هم ركبوا السخان. والسخان كان انا كنت مشترياله شاحن على اساس ان بدل ما نستخدم بطاريات وكده فايه اجيب شاحن. اكتشفنا بقى ان كرتونة السخان اساسا معاها الشاحن بتاعها. الشاحن ده اللي هو بديل ان انت تستخدمي بطاريات. خلاص المهم ركبوا السخان وركبوا المدخنة كمان. المدخنة من بره فيها برضو نفس الشبك اللي في الهواية موجود في قلب البتاعة دي. طبعا معرفش هم في حديدة كده هم حاطينها، يعني انا معرفش ليه عاملينها كده الحقيقة. يعني انا معرفش ليه عاملينها كده. وفي عندي تساؤلات اخرى كتير قوي. يعني مثلا هم خارمين الخرم ده، مش عارفة ليه خرموا. ماشي. وبوظوا الخشب ده. طبعا كل ده عندي لان هم يعني عالم ما عندهاش ضمير اساسا. كله في بعضه، اللي جه كسر واللي عمل واللي كله محدش عنده ضمير. ما شاء الله ما شاء الله. يعني مثلا من ضمن الحاجات هو خارم هنا وهم سدوا الخرم بالاسمنت. طب انت خارم هنا ليه؟ والله العظيم ما اعرف، يعني انا ما اعرفش برضه. انتوا فاهمين؟ المهم ما علينا بقى من اللي حصل. هحكي لكم عليه كله بحذافيره. بس يعني الحمد لله بالله ولا فارق، يعني ولا فارق. طبعا البوتاجاز بصوا مردوم. انا كل ده انا عاملاه والله العظيم، كل ده كنت عاملاه. بس طبعا يعني سوري يا حبيبي، سوري يا حبيبي، ايوه كده اهو. اهو ايوه يا حبيبي، ايوه سمعني صوتك يا ضنايا يا روح قلبي، وحشتني والله. المهم طبعا مطرح ما كانوا بيخرموا
الراجل كان بيكُب مَيّة، عايزة أقول لكم إن أنا لقيت الطرقة دي كلّها غرقانة مَيّة، غرقانة مَيّة بقى والدنيا خرابة زي ما أنتم شايفين. عجنوا الأسمنت في الشنطة بتاعته زي ما هي، طبعًا مطرح الكرتونة بتاعة السخان، فالدنيا فعلًا بزراميطة. من ضمن المصايب برضه إن هم يجرّبوا المَيّة السخنة على الحنفية دي، المَيّة السخنة مش شغّالة، لقوا لِك شركة تانك ما شاء الله ما فيش حد عنده ضمير، ما فيش، شركة تانك عاملة إيه، واخدة وصلتين الساقع والسخن للفلتر وسايبة واحدة بس ساقعة، فراحوا هم بدّلوا طبعًا لمّا إيه، أنا كنت مكشّمة لهم وهتعرفوا كل ده إيه أسبابه، راحوا مبدّلين يعني قال إيه يعني بيهدّوا الوضع يعني، المهم راحوا مبدّلين الموضوع الوصلات وضبّطوها، خلاص لحد هنا خلاص، طبعًا ده كده منظر المطبخ بُصّوا بعيد عنكم، الدنيا تضرب تقلب، تضرب تقلب، والله العظيم أنا كنت مخلّية كل ده زي القشطة. بس يالّا والله العظيم فدا إن الغاز يشتغل، يا مؤمنة أنا راضية، أنا راضية، أنا راضية، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدًا كثيرًا مباركًا فيه، يا ما أنت كريم يا رب، يا ما أنت كريم يا رب والله العظيم. فيالّا بينا، ده أنا مش قادرة، ده أنا عايزة أخلّص عشان أنام، بس قُلت والله ما يهون عليَّ أسيبه كده أبدًا، فيالّا بينا نبتدي ونشوف بقى هنعمل إيه. هنمشي بقى خطوة خطوة كده مع بعض ونلم بقى الأول أي حاجة أنا مش محتاجاها هبتدي إن أنا ألمها. طبعا اللي حصل إن يعني إحنا اتزنقنا زنقة معفنة جدا. إحنا عمالين بندور على حد يجي يكسر مكان المدخنة ومكان الفتحة بتاعة الهواية. أنا اللي أنا أعرفه واللي حصل معايا قبل كده وده شفته يعني في أكتر من مرة إن شركة الغاز هي اللي بتكون مسؤولة عن فتحة الهواية والفتحة بتاعة المدخنة عشان هم بيعملوها بمقاسات معينة وهم اللي بيركبوها وبعد كده بيروحوا عاملين لك بالأسمنت. يعني هي الليلة كلها مسؤولي، يعني المسؤولية كلها دي تبعهم هم. وده حصل معايا مرة ومرتين كمان. يعني شفته بعيني فأنا عشان كده أنا فاهمة في الموضوع دوت تمام. المهم شركة الغاز ابتدت طبعا أول ما جت أول حاجة هم جم خدوا يعني عملوا معاينة طبعا. أنا بكلمك في حاجة إن مثلا العمارة كلها فيها غاز ما عدا شقتي أنا اللي ما فيهاش غاز. حلو كده. يعني انا الدور فيه مثلا 6 7 شقق مثلا، انا مش متذكرة قوي بصراحة عشان انا مش ببص قوي. يعني انا ما بنزلش كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين ما بطلعش بره باب شقتي كتير. رقم 3 يعني لما بطلع على الاسانسير بتحرج احرج يعني مش احرج اجرح حد. يعني ايه ما انا يعني هو ده طبعي بصراحه، ما بحبش ابص على بيبان حد. ممكن يكون حد واقف، ممكن يكون حد طالع من باب الشقه، ممكن حد بيفتح باب الشقه مثلا بلبس مثلا قصير ولا حاجه يطلع الزباله اعزكم الله. فبخاف ان انا اجرح حد. يعني انا بطلع من باب شقتي ببقى باصه في الارض كده لباب الاسانسير، وهو باب الاسانسير جنبي اصلا. المهم يعني الغاز راكب في العمارة كلها ما عدا شقتي تمام. اول ما دخلنا الشقة هنا صاحب الشقة قال ده ان هو مقدم على عداد الغاز اسبوع والله العظيم. وهو راجل يعني صادق، هو مش كذاب يعني. هو راجل كبير جدا ومحترم جدا، مش شفناش منه اي حاجة وحشة، بل بالعكس كان يعني متضايق جدا 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 عشاننا. المهم طبعا الموضوع كان عمال بيتأجل يتأجل 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 وبدون أسباب، ما فيش أسباب واضحة. الأسبوع الجاي لا، اللي بعده لا، مش عارف ايه. المهم هما جم فين وفين لما جم عملوا معاينة. طبعا احنا داخلين بجد في ده رابع شهر حرفيا. عملوا معاينة تمام تمام خلاص، وهيتركب فين ومش هيتركب فين تمام. بعد كده جم تاني يعني جم بقى مجية ملهاش اي 30 لازمة.
انتوا جبتوا السخان؟ البوتاجاز موجود، معه البوتاجاز قدامك والسخان قدامك. طب تمام ماشي. راحوا مركبين او موصلين المواسير فقط. طب الباقي يعني، طب ما توصل، يعني انت وصلت المواسير ما توصل. قال لك لا مش المرة دي. طبعا تأجلت بطريقة يعني صعبة جدا. وطبعا يعني انا بصرف مصاريف جامدة جدا، اكل وشرب. انت بتتكلمي في اقل اوردر اكل ب1500 وب1000 و1200، ده يوميا. ده غير بقى الفطار، اقل فطار هتجيبيه بكام؟ طبعا ده غير حاجات التلاجة والجبن. فطبعا انا كل ده ضغط عليا. فطبعا يعني الموقف مش احسن حاجة. وانا بقى يعني بزمزق، انا بيجي عليا وقت انا بزمزق، مش ببقى طايقة حد يكلمني نص كلمة، انتوا فاهمين. فطبعا كل ده انا غصب عني، يعني انا فعلا غصب عني. فالمهم من هنا لهنا، طبعا يعني الراجل بصراحة هو مش ساكت وكتر خيره. يعني بقى يعني أنا عايزة أقول لكم إن لولا الواسطة اللي هو كلمها، قسما بالله إحنا ممكن كنا نقعد 3-4 شهور كمان. يعني عايزة أقول لكم إن أنا في الجروب بتاع المكان اللي أنا فيه، والله العظيم ناس بتقعد تقول ده احنا مقدمين على الغاز بقالنا 6 شهور، بقالنا 8 شهور. ايه ده؟ طب في ايه يعني؟ طب ليه كده؟ طب ما الناس دافعة فلوس، انتوا طلبتوا فلوس، يعني الفلوس اللي انتوا عايزينها اخدتوها، المفروض تقدموا الخدمة. لا، مفيش خدمة بتتقدم. الناس اللي شغالة بجد ما بيتقوش الله، يعني بجنيه واحد ما بيتوش الا من رحم ربي. المهم جه قال لك جم بعد ما عمل المعاينة وقعدوا فترة طويلة جدا، جم بقى عشان يركبوا المواسير. فطبعا قبل ما يركبوا المواسير قال لك السخان هيتركب هنا، وقال لك مش عارف ايه، وقال لك بتاعه تمام. البوتاجاز ده يتشال من هنا، لا يتحط هناك. التلاجة دي تتشال من هنا، لا تتحط الناحية التانية. طب تمام، كل ده اوكي. المهم قال لك السباكة دي لا تنزل تحت شوية، انا مش عايزة هنا ماشي اوكي. المهم طبعا جبتي بتاع السباك دوت. معرفش اخد كام، لان مش انا اللي حسبته صراحة، فمعرفش اخد كام. المهم في حتة ربع نص سيراميكا، يعني كنت اخر حاجة سمعاها مش عارفة 300 جنيه ولا 400 جنيه حاجة كده. طب ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ المهم انا ما خدتش ولا اديت، انا ما حسبتهوش وخلاص. يعني الموضوع عدى وفات وبتاع. جينا بعد كده بقى المفروض ان بتوع الغاز اللي بييجوا يخرمولك فتحة الهواية وفتحة اللي هي المدخنة دي، وبيركبوها على طول في نفس ذات الوقت. قال لك لا ده انت اللي بتعمل. لا اله الا الله. طب تمام ماشي. طبعا قعدنا ندور على حد. ارقام خزعبليه يا جماعه، والله العظيم. اللي بيكلمك في 700، واللي بيكلمك في 800، واللي بيكلمك في 650، واللي بيكلمك في 750. فهو طب انتوا جايبين الارقام دي بناء على ايه يعني؟ ليه؟ انت جايب جهاز قد كده هتحطه على الحيطه وهتحدد وخلاص، شكرا. الجهاز خرم الحيطة والموضوع انتهى. المية انت مستهلك مية من عندي، كهرباء انت مستهلك كهرباء من كارتي. فانا ايه المطلوب مني؟ انا مش فاهمة، انتوا فاهمين. المهم قعدنا ندور، فحد قالك ياخد اخر واحد بقى 600 جنيه. طب خلاص عشان خاطركم 500 بس. فطبعا حتى الاسلوب ما عجبنيش، يعني الاسلوب بصراحة ما عجبنيش. المهم فين وفين بقى، يعني لحد بقى ايه اما جه الراجل اللي جه ده قبل ما بتوع الغاز يجوا بالظبط. المهم خلاص واتحاسب وبتاع والموضوع انتهى. يعني خلاص تمام، قدر الله ما شاء فعل، وخلاص هو ده نصيبنا وماشي. خلينا نخلص بقى، لو انتوا فاهمين، خلينا نخلص كله يهون بس الغاز يشتغل. انتوا فاهمين الفكرة؟ اللي انت وصلت لمرحلة انت قضيتي بقى اللي هو بجملة اي مصاريف. المهم طبعا خربوا الدنيا وبهدلوا الدنيا. طبعا بتوع الغاز جم بعدها، لا يا ربي هم جم قبلها، لقوا البتاع ده مش متخرم. قال لك لا ده يتخرم وده مش عارف ايه. انا هركب لك السخان بس، هعلقه لك، مش هركبه، هعلقه لك وتجيب حد يخرم الحاجات دي. تمام ماشي. المهم انا بصراحة كنت نايمة.
المهم وركبوا وبتاع السخان ومشوا. وجه الراجل اللي هو بيخرم ده، خلاص تمام اتحاسب والموضوع انتهى. قعدنا نكلم بقى الراجل التاني ده اللي هو اللي المفروض هيجي علشان اللهم سيدنا محمد يوصل بقى السخان ويوصل بقى هو كان من ضمن الحاجات اللي عملها، هو علق السخان ووصل البوتاجاز. كان فاضل بقى ايه؟ السخان هيتوصل والمدخنة تتعلق والكلام ده والماسورة بتاعت السخان والكلام ده كله، انتوا فاهمين. المهم خلاص تمام ماشي. قعدنا نتصل عليه مرة واتنين، فين وفين، لما رد طب انا مش فاضي، طب انا نخليها بكرة. قال له لا ما فيش بكرة. طبعا انا كنت خلاص بقى جالي انهيار عصبي وهعيط. قلت له والله ما يحصل، ما فيش بكرة. يعني ايه هو في ايه بالظبط؟ هو انا كل يوم في البهدلة دي؟ فقلت له لا 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 لا، انا تعبت والله، الساعة كمان ما هنتظر. المهم فعلا فين وفين قالك خلاص انا هاجي، بس هاجي ايه اخر النهار. طبعا هو يعني ابو عدية خلاص بقى مشي. وانا خلاص انا كنت في البيت وعيالي ومش عارف ايه. المهم ايه، اللهم سيدنا محمد، لقيته كلمني بيقول لي ده الناس بتوع الغاز جايين. ف فايه بقى دلوقتي يعني اخلي حد يطلع معاهم وكده. فقلت له خلاص تمام ماشي مفيش مشكله، خلينا نخلص. ده هم كل اللي هيعملوه هيوصلوا بس السخان وهيحطوا البتاع. المهم الاقي لكم مره واحده انا واقفه يعني ناحيه، شفتوا كده ناحيه الرخام، شفتوا الشمعدان والبتاع اللي عليها التفاحه الحزينه دي، هو انا واقفه في الناحيه دي بالظبط كده. بس ايه يعني يمين بقى، انتوا فاهمين. فانا شايفاهم اللي هو ورا التلاجة من الاخر خلاص. فبص عليهم يعني. المهم مرة واحدة ألاقيهولكوا والله العظيم، واحد منهم، هما كانوا 2، واحد منهم يعني هو ما تفهموش الكلام ايه علاقته. هو عايز يقف على السلم، فالسلم زي ما تقولوا الراجل اللي جه انا ما شفتهوش بصراحة، اللي كسر مطرح المدخنة والهواية. فزي ما تقولوا هو وقف على السلم، فالسلم لموه والسلم مش راضي يتفرد. السلم بتاعي باظ يعني، بعيدا عن ان انا بقيت محتاجة سلم جديد. اوكي الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. حاجة تفدي حاجة، مش مشكلة، كله يهون عشان الغاز يدخل. انا بقول لكم كل بقى بصوا الكوارث. المهم المهم قالك ايه، فيعني حارس العمارة بيقوله ده الراجل يعني السلم ما بوظه أو وقف. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل يعني، انا مش مركزة. وهو عايز يطلع على السلم عشان يحط المدخنة. فالتاني قال له طب ما تقف اجيب لك السلم. قال له لا ده السلم بايظ. فقال له بقى اللي كان واقف على السلم وبيعمل المدخنة اللهم صل على النبي. فكلام انا مش هتدخل في كلام ما يخصنيش، انتوا فاهمين. فمرة واحدة لقيت لكم اللي هو المهندس ده حتة يعني هو يعني هو بالنسبة لي ان هو عيل. هو بالنسبة لي الاتنين شكلهم سنهم صغير قوي قوي، يعني اصغر مني بكتير، انتوا فاهمين. المهم فراح قال له ايه، اصل هو بص كده بنفس الاسلوب ده. انا مرة واحدة لقيت لكم اللقطة دي، هو حب يستنصح عليا وبيتكلم بقى بعوجة بق، فاضل 3 ثواني وهيطلع شفرة من بقه، انتوا فاهمين. وهو حب يستنصح يا باشا، هو اللي جابه امبارح اختلف معاه على الفلوس فجاب واحد تاني النهاردة. اصل هو حب يرميها على بتوع الغاز، فبتوع الغاز ما جاش معاهم سكة، فحب معرفش ايه. فاحنا قلنا له لا، ولا يا حبيبي، لا يا حبيبي، وبتوع غاز وسكة، هو ايه ده كلام على مين؟ فبقول له هو انت بتتكلم على جوزي؟ معرفش، انا لقطت ان الكلام عليه، انتوا فاهمين. قلت له هو انت بتتكلم على جوزي؟ قال لي اصل بصي هو دخل فينا دخل الصبح شمال، فاهمين. قلت له انت بتعوج لي بقك كده، بتتكلم كده ليه؟ انت مالك بتتكلم كده ليه اساسا؟ فلقيته ايه، كأني انا شفافة مش واقفة وبيكمل كلام بقى اللي هو ما بيردش عليا.
وبيكمل كلام مع حارس العمارة. قلت له لا 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 لا، لما تتكلم معايا او ترمي كلمتين ملهمش لازمة تسمع رد عليهم وبعد كده تنطق زي ما انت ما عايز، غير كده تخرس ولسانك يتحط جوه بقك، ومهمتك تعملها وانت رجلك فوق رقبتك. انت مش جاي بتعمل ببلاش، انت جاي بتعمل حاجة دي مهمتك ودي شغلتك، مش قدها تسيبها لغيرك. قسما بدين الله لو اقول لكم ايه، ترموا الابرة في الارض تسمعوا رنتها. فجي حارس العمارة بيقول له لا 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 لا، ده الأستاذ محترم، احنا عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، وإنسان يعني لسانه حلو مع الصغير قبل الكبير، وحنية الدنيا في قلبه. هو بس هتلاقي فيه سوء تفاهم، هو الله يكون في عونهم برضو. ما هو 3-4 شهور يوميا أكل من بره، ما الناس تعبت، الناس مش عارف ايه. فيروح ردد ايه، يبصلي ويقول لي ما هي كلها ماشية كده، اشمعنى انتوا يعني تقطع بيت في دماغك؟ انت هبل؟ انت بتتكلم معايا كده ليه؟ اوعى تتكلم معايا كده. طبعا عليت صوتي، انا العمارة كلها كانت سامعة صوتي. حط الجزمة في بقه وخرس. عارفين عمل ايه؟ انتوا تفتكروا كده ممكن يعمل ايه؟ قبل ما يمشي مسك البقرة بتاعت السخان وجابها على ناحية تكون التدفق بتاعها بطيء. فاهمين الفكرة؟ ده اللي هو عمله. لو احنا ما بنفهمش في السخانات الغيظ او كده كنا احتسنا ورحنا وجينا وقدمنا وعملنا. من ضمن المواقف اللي هو عملها وانا واقفة، هو نزل في الارض كده عشان كان بيعمل ده قبل بقى ما نزعق مع بعض، عشان كان بيعمل اللي هي الايه البتوع اللي هو يغير السلك بتاع اللي هي متوصلة بالفلتر، يغيرها، اللي هي السخن، يشيل الوصلة بتاعة السخن من الفلتر ويحط الساقع يعني. المهم، فالشاب التاني شاب محترم وهادي، ما بصوا ما بينطقش، محترم جدا جدا، هو بيعمل شغله وبس. فالشاب المحترم ده هو شكله كمان أصغر منه، فاهمين؟ ف واقف على الكرسي عشان بقى السلم ما كانش راضي يشتغل. فالراجل اللي جه يعمل يخرم ومش عارف ايه بوظ لي السلم بتاعي. المهم فوقف على الكرسي اللي هو الشاب المحترم ده وبيعمل ايه بالاسمنت يعني على المدخنة والحاجات دي. المهم يروح ايه بيشيل المية. كان في طبق كده فيه مية بصابون عشان يمشوه على المواسير، عشان يشوفوا المواسير يعني سليمة ومش مسربة ولا حاجة لا قدر الله. المهم فبيشيل الطبق. فالطبق طبعا طبيعي ان يبقى فيه تحتيه مية بصابون، لان هما كانوا مالينه على اخره. فهو بيشيله، فالكب في شوية في الحوض، فكانوا نازلين على الايه على الطبق. فنقطة وهو بيشيل الطبق من الحوض، نقطة نزلت على راس البخاخ التاني ده اللي هو عامل فيها رئيس مجلس الإدارة، انتوا فاهمين؟ فنقطة نزلت على راسه. فبقول له ايه يا فلان، البتاعة نقطت عليا. قال له معلش. والله العظيم زي ما بحكي لكم كده الموقف، راح باصص له كده قال له معلش، بقول لك البتاعة نقطت عليا. قال له تمام ماشي يا باشمهندس فلان، معلش، انا بقول لك معلش، اكيد مش مقصوده يعني. فبيضحك وبيلطف الجو كده معاه. فقال له انت بتضحك على ايه؟ بقول لك البتاعه نقطت، مش انت تاخد بالك؟ قال له هو الموضوع مش بيستاهل، انا بقول لحضرتك انا يعني معلش في ايه. فراح نداله باسمه بقى، قال له في ايه يا فلان، الموضوع مش مستاهل على فكره، دي نقطه وميه بصابون، ميه نظيفه يعني، مش ميه حاجه، ميه نظيفه. فنقطه بس اللي جت، واكيد مش مقصوده وانا مش قاصد يعني. فراح ضحك، فقال له انا مش فاهم بصراحه، انت مالك، انت بتعمل كده ليه؟ تمام. وما حدش اداله اهتمام تاني خلاص. المهم قال له بقول لك ايه يا مهندس فلان. فقال له نعم. قال له اتصل لنا، هو نفس المتخلف ده، اتصل لنا على المهندس فلان
فبصوا بقى، يعني قلت في سري ما شاء الله الاحترام ده، عمالين بيقولوا لبعضهم يا مهندس يا مهندس وبتاع. اتصل لنا على المهندس فلان، شوفوا لنا في انهي داهيه كده بزق، راح ضحك التاني اللي هو المحترم ده، راح ضحك قال له في انهي داهيه، فقال له تمام ان شاء الله. كده بالظبط ده اللي حصل. عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم جايبه ازايز ميه معدنيه، وجايبه 3 كنزات بيبسي، ومجهزه فلوس قلت اكراميه عشان نخلص بقى، ويعني حلاوة بقى ما ركب الغيظ. طبعا لما حصل اللي حصل ولقيته إنسان قليل الأدب عايز ضرب الجزم على بقه، ما يستاهلش الشغلانة اللي هو فيها. ويعني أنا الواحد بيتمنى إن الشركات والجهات الحكومية يشوفوا الموظفين اللي بالمنظر ده وبالشكل القذر ده ويغوروهم في داهية. وبأمانة يعني في شباب كتير أولى، في شباب محترم، وفي شباب صاعد قمة الاحترام وقمة الأدب والذوق اللي في الدنيا فيهم. فأنا شايفة أن يستاهلوا بدل الناس البلطة اللي هي يعني هي هم عايزين. يا جماعة دول مش بتوع تنطيط وتركيب وفك، دول عايزين مكاتب مكيفة. فيا نشوف لهم بقى مكاتب مكيفة نغورهم في داهية، ما نشوفش الأشكال دي. يعني انا اخر ما زيت قلت له والله انت تعبان من الشغلانه بقى، مهموم متضايق، تقف في بيتكم. ده اللي انا اعرفه، لكن ما تروحش توري الناس خلقتك دي بصراحه. طبعا لو قسما بدين الله لو كان فتح بقه معايا يعني انا كنت اكلته اللي في رجله. كلموني على الحلاوة وعلى النظافة وعلى القمر. اللهم لك الحمد يا من انت كريم يا رب. عايزة اقول لكم والله والله لو جبت لكم الكاميرا تحت ال الوحدات دي وتحت التلاجة قشطة، خليتهم زي القشطة. طبعا انا جريت كل حاجة، وعايزة اقول لكم دعكت الارض بالمقشة تحت كل الكلام ده، كل ده اتمسح خليته زي الفل. ده مش الشكل النهائي طبعا. حتى الظرف دي خليتها زي القشطة، الشفاط بالشباك بالسخان سيراميك، ما سبتش حاجة والله العظيم. البوتاجاز خليته قشطتين زي ما انتوا ما شايفين كده. اللهم بارك، وحشني بشكل، وحشني جدا. طبعا خليت كل حاجة زي الفل. طبعا في شوية تعديلات هنعملها مع بعض بس فيما بعد مش دلوقتي، زي مثلا ان انا اركب هوك هنا. الهوك دوت عايزه اعلقه هنا كده عشان ان كنت اعلق عليه المرياله، ان كنت اعلق عليه حاجه تبقى قريبه من ايدي. نفسي اجيب ستيكر اجلد بيه الرخام عشان يبقى اجيب لون اسود يبقى ماشي مع كل حاجه. بس انا مش عايزه اجيب الستيكر اللي هو العادي اللي زي اللي انا كنت مركباه، لا في ستيكر كده نوع معين انا كنت جايباه قبل كده، عامل زي الجلد ما بيتقطعش ما بيتختش الا لو انتي بقى يعني قطعتيه بحاجه حاده، سكينه بمقص، اللي هو قصتيه خلاص شرختيه بحاجه، غير كده ما كانش بيتقطع. وعلى فكره الستيكر ده ستيكر تكاتك اللي هو بيتغلف بيه التوك توك، الجلد ده هو ده اللي انا كنت جايباه قبل كده وقعد معايا لحد ما انا ما شلته. فانا عايزه ادور عليه بصراحه واجيبه عشان تبقى يعني شكل الرخام كله موحد، يبقى شكله حلو لما احط الهوك. طبعا المرياله هتتعلق. طبعا شلت البوتاجاز المسطح، يعني الف 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 شكر ليه. شلته طبعا، وممكن نبقى نستخدمه فيما بعد في وصفات لذيذه كده. عايزين ايه شكل ديكوري لطيف، عايزين تصوير لذيذ، فممكن نبقى نستخدمه. بس وطبعا لسه بقى يعني انا ممكن يا اما هسيب الحاجه هنا العجان والحاجه هنا، يا اما لسه هشوف انا مثلا حابه احط فين ايه الكلام ده كله. لسه ما رتبتش، يعني ممكن في الاخر اجيب مثلا العجان هنا واشيل الكلام ده كله واحطه يبقى جنب البوتاجاز، يبقى انا محتاجه جنب البوتاجاز اكتر، فاحط العجان هنا عشان لو حبيت ان انا اعمل اي وصفات لذيذه ولا حاجه فيبقى التصوير من الجزئيه دي. فانا عايزه اعمل كده بصراحه. كمان من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اعملها، عايزه اعمل ليد تاني تحت الوحده دي، عشان اما باجي بصور زي ما انتم شايفين في اضاءه بس الدنيا مظلمه هنا، فلما يكون في اضاءه وانا حابه اصور هنا فيدي لي اضاءه لطيفه سواء هنا او عند الوحده بتاعه الكوفي عامه.
انا ما سبتش اي حاجه الا لما نظفتها ولمعتها وخليتها زي الفل. خليني اقفل الزرار ده. يعني انا مبسوطه جدا، انا مبسوطه جدا 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 جدا. قولوا لي انتوا فرحانين لي قد ايه، وكنتوا مستنيين اليوم ده قد ايه، ومستنيين اللحظه دي قد ايه. يعني انا كان في ناس بتقعد تكتب لي في الكومنتات والله احنا مستنيين الغاز ده يدخل لك يعني اكتر منك انت شخصيا. فيعني ده اللي انا وصلت له. طبعا الدنيا هنا رتبتها في فراولات. بيقولوا لي يا زيزي هاتي ستار. انا مش حابه جو الستاير لان انا جربت الستاير قبل كده كتير قوي، فانا مش حابه اجيب جو الستاير ده يعني دلوقتي على الاقل. يعني هنشوف لها صرفه، لسه هنشوف لها صرفه، وممكن نشوف احنا ممكن نعمل ايه. الله المستعان. من ضمن الحاجات اللي انا عايزه برضو اجيبها، عايزه اجيب الاستيكر اللي هو بيتحط على الرخام من هنا ده عشان الميه اللي بتنزل، ان الميه بتنزل. عايزه اقول لكم ان حارس العماره كان يعني مركب لي دي غلط، انا فكيتها وركبتها صح. دلوقتي اصبح لما بعمل كده الميه ما بتتنطورش وما بتتعباش هنا، لا كل حاجه بصوا اهو، كل حاجه الميه على طول بصوا بتروح نازله في الصفايه على طول. الاول ما كانتش بتنزل، وكانت بتتعلق في الجزئيه دي ميه كتير، وكان بيتعلق اي بواقي اكل كان متعلق هنا زي ده. ما كنتش بعرف اشيل الصفايه دي، فانا عملتها وعرفت اركبها تاني من غير اي هبل ولا ان هو يبقى فيه عطل ولا اي حاجه. شغلت طبعا بخور، طبعا انا مشغله قران طول الوقت الحمد لله. فانا خلصت يا ولاد، والله العظيم زغروطه لاخوك ابو جبل. والله انا مبسوطه، انا مش مصدقه. بصوا البتاع دي انا مش قرار نهائي ان هي ممكن تتساب او ما تتسابش. قولوا لي انتوا شكلها حلو ولا لا. خلينا اطفي لكم النور عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. فقولوا لي اسيبها ولا ما اسيبهاش، اخليها ولا اشيلها. والله وانا حطاها بس عشان الدهون مش اكتر ولا اقل. حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها، انا النظام مريحني جدا جدا جدا. انا النظام انا مرتاحه عليه. يعني حتى لو الاجهزه هنا كده انا مبسوطه، انا مرتاحه والدنيا في اللطيف والحمد لله رب العالمين. مبارك الله فيما رزق. اقول لكم يا رب ترضوا بحياتكم زي ما انا راضيه بحياتي. سلام عليكم.